بداية جديدة إن شاء الله في حدائق الأهرام. ربنا ييسر الحال. لسه أول يوم شغل في الحدائق، ربنا ييسر إن شاء الله. وهنأسس وهنسيب الشغل يبقى واقف على الفينش بإذن الله. ربنا ييسر الحال. طبعا ديت الباب عمولة، طبعا حاجة محترمة جدا. البار ده كمان عمولة واخدة بلستر ومتصفية واقفة على الفينش، حاجة برضه ما شاء الله جميلة جدا. لكن اللي مش جميل بقى تلاقي بيبوظ شغله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ما بيقفلش ولا بيعمل. بصراحة دي حاجة تزعل. يعني انت تعبت في شغلك وعملت كده وفي الاخر تبوظ شغلك بالمنظر ده. طب ليه؟ يعني المنظر مش حلو. الراجل بتاع الجبس برضه راجل معلم وصنايعي بصراحة، عامل شوية شغل يعني الواحد يبوظ دماغه والله. شوية شغل الله يبارك. شايفين بقى بتاع النجارة. يعني انت تعبت وعملت حاجة نظيفة ومحترمة وتقفيل جميل جدا وكل حاجة حلوة، وتيجي في الاخر تبوظه بالمنظر ده. ليه بقى؟ ما تقفل بقى وتظبط دنيتك. لكن يلا الحمد لله، معروف ان النقاش بالشيء الليلة كلها. الله ينور يا حوده. زي هنا برضه يا جماعة بتاع الباب المصفح برضه تلاقيه مركب ومكسر والدنيا تلاقيها بايظة كده. لازم بعد الصنايع تجيب صنايعي تاني. ده الريسبشن اهوت. مرحلة المرشمة وبعد كده الحيطة صلب. والله المستعان. لسه فوق هنا يا جماعة قدام هيركب جبسن بورد، بس مش دلوقتي، يعني مع الفينش ان شاء الله. لسه الريسبشن ده كله هيتعمل فيه شغل زي الاول كده، بس ده مطلوب بقى لساعتها للذوق يعني. والطرقة دي كمان يعني الاوض خلصان، لكن بالنسبه للريسبشن والاوض على حسب التشطيب بقى ان شاء الله ساعتها. عشان ما يكونش فيه اختلاف، ممكن بعد سنتين ثلاثه تلاقي الذوق اتغير. الدنيا نورت اهي. العيشه بقى بتاعتنا دي كده يا جدعان. الفرشه بقى بنظبط احنا فرشتنا كده عشان نعرف ننام ونقفل. المعلم ده بقى قاعد مبسوط اهوت، والمعلم حبيشه ايه في نقطه الغربه اللي قاعدين تحسدونا عليها. جدع حود. ماشي. طبعا بنبقى منضفينها ومروقينها عشان نعرف نقعد فيها. ولسه بقى بقيت الشقه بقى زي ما احنا شايفينها كده ايه. ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل نفضي منها بكره ولا حاجه. فين على البوابه؟ ايوه على البوابه. انت بتصورني؟ كده هايل انت يا عم علي. علب الكهرباء وهي مقفلين عليها عشان برضه لما الكهرباء يجي يشطب ما يرجعش يوسع ويبوظ الدنيا تاني. العلب كلها متحلقمة ومتقفل عليها. هنا برضه الأوضة خلصت اللي احنا بننام فيها. دي برضه خلصت بطانة وخلصت نظافة وكل حاجة.
عشان احنا بنبات فيها يعني، فبنخلصها الأول. ربنا ييسر إن شاء الله ونكمل، أصور لكم بإذن الله بعد الفينش، أو يعني بعد ما نخلص، لأن كده كده الفينش مش دلوقتي. ولسه الألموتال طبعا هيركب. الألموتال موجود هنا اهوت، بس طبعا احنا كنا بنضف له المكان اللي هيتحط فيه. ده كله ألموتال بي اس جامبو، ازاز دبل. تمام اهوت. فمستنيين لما نخلص ويركب بقى بتاع الشبابيك كلها عشان الشقة تقفل. دي الحلول الزفرة أو الحلول الخشب، اتمعجنت اتروقت علشان خاطر لما يركب عليها الألموتال يبقى راكب على نظافة. تمام. ده خشب مش محار. على فكرة يا جماعة، تركيب الألموتال في الخشب أحسن بكتير جدا من التركيب في المحار. يعني دي حلقة خشب كانت كلها زي دي كده، لسه طبعا دي برضه هنمعجنها ونقفل عليها عشان تبقى زيها زي التانيين. الحلقة كلها كانت زي دي كده. تمام. ممكن تركب على كده عادي، بس احنا عشان نعمل حماية الخشب والشكل العام برضه بنمعجنها ونمشيها معانا. تمام. زي كده بالظبط. طبعا الحلقة بقى فيها داخل طالع، احنا برضه حطينا لها معجون وهتتصنفر وتتروق وتبقى ايه، حاجة محترمة. يجي بتاع الألموتال يركب على النظافة. حتى في الشكل كمان تبقى حلوة، وبعدين بتعمل حماية الخشب ما يشربش مية. ده بتاع البلكونة. لا طبعا. بالله مية الأول وبعدين هتلاقيها تفك معاك على طول. ماشي. طب اللازم ده اشربها ولا؟ لا سيبها اما نخلص. كده كله يا جماعة خلص اهوت، الحمد لله على خير. بنجهز بقى عدتنا ان شاء الله. السيراميك نضف، كل حاجة نضفت. شغال يا عم علي حبيبي. ايوه كان عايز تخليك معايا على الفلوس. انتهينا اهوت من الشغل الحمد لله. طبعا مكان الكورنيش ده متساب علشان خاطر ان هيبقى فيه شغل بعد كده. انا لسه هيركب في جبسون بورد بعدين. الحمد لله كده أسسنا الشغل إنه يتفنش في أي وقت. واخد 4 سكاكين معجون متصنفر على اللندا متبطن، حتى الجبس كمان واخد معجون ومتبطن كده. إن شاء الله كله واقف على الفينش زي ما احنا شايفين. يعتبر يعني هي كده أصلا متفنشة، يعني هتقعد على كده سنة واتنين وعشرة وعشرين، مفيش أي مشكلة. وقت ما يكون فيه اختيار ألوان من العميل إن شاء الله يبقى الموضوع سهل بإذن الله.
تمام. دي الأوضة اللي كنا قاعدين فيها، وهنا الأوميتا لسه هيركب، وهنا الحلوب بتاعتنا الخشب ظبطناها ودهناها بحيث إن هي تبقى حاجة نضيفة تحت الألوميتال، وكمان تحميها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله استنونا في أعمال جاية بإذن الله.